قوات أمن أسوان. وجدنا أمامهم مواطنين مدنيين يشترون الخبز الذي يتميز بالصناعة الجيدة والمطابقة للمواصفات. وبالنسبة لمخبز الشرطة بأسوان، المخبز كان مخصص أصلا لعمل الخبز من قوات أمن أسوان. جميع القوات اللي تعمل في مدينة أسوان احنا مخصصين نطلع لهم التعيينات بتاعتهم. كانت في تعليمات من السيد مدير الأمن والسيد محافظ أسوان إن مخابز الشرطة يبقى فيها جزء بيقدم خدمة للمواطنين والجمهور. الجزء ده يتلخص هو رغيف العيش. ففعلا احنا عندنا طاقة إنتاجية بنطلع الكمية اللي تناسبنا وتناسب قواتنا، وكمان الكمية اللي تقضي وتوفر رغيف العيش لكل المنطقة اللي حوالين مني واللي أكتر من كده كمان. بالنسبة لنا احنا خطوط السير عندي خط سير، وعندي عساكر مدربة على أعمال الفرن. ببتدي أنا شغلي كله متابعة ليهم عشان أدي المتطلبات المطلوبة مني من جهة التعيينات من ناحية، وفي نفس الوقت ما أثرش على إن الشباك يتقفل أو ما يتقفلش. في عز أزمات العيش اللي كانت بتحصل وتضرب فيها المحافظة، الحمد لله كان فرن مخبز الشرطة كان شغال وما كانش بيتوقف. احنا بنتميز على جميع الافران اللي موجودين في محافظه اسوان ان احنا بنشتغل فترتين. الفرن شغال على مدار 24 ساعه. توجيهات السيد مدير الامن ان الفرن المنفذ ما يتقفلش خالص. وزي ما قلت كل سكان اسوان بتشكرنا وخاصه منطقه. شفت يمكن من خلال لقاء اللي اجريته مع عدد من المواطنين اللي بيشتروا الخبز من هنا من المخبز، كلهم يعني بيشيدوا بصناعه الخبز هنا في المخبز، وبيقولوا ما بنوقفش كتير في الطابور وبناخد يعني منتج جيد ومنتج مطابق للمواصفات. هو الحمد لله سعادتك انت طبعا عارف ان في رغيف العيش ده له جهات رقابيه بتراقب عليه. فانت لو التزمت بالتعليمات اللي مديها الجهات الرقابيه دي، انا عندي كل يوم بيجي لي جهات رقابيه، مكتب التموين بيفتش عليا، مباحث التموين برضه بتفضل تفتش عليا في اي وقت وفي اي توقيت. بالنسبه للشهاده الصحيه جميع العاملين عندي معمول لهم شهاده صحيه بتجدد في مواعيدها. انا ملتزم كرجل شرطه ان انا اقدم خدمه كويسه قوي للمواطن في ظل الظروف اللي احنا فيها. فلا يمكن اقبل ان الرغيف يطلع غير كامل المواصفات، ولا يمكن اقبل ان المواطن يقول ان مخبز الشرطه في الايام دلوقتي او قبل كده هيبقى اقل من انه يقدم له خدمه متميزه. احنا بنحاول نظهر بالخدمه المتميزه دي في المنتج بتاعنا. رغيف العيش لما بياخده المواطن هنا وبيروح يقارنه باي رغيف عيش موجود في اي حته في مدينه اسوان، بيميز رغيف العيش بتاع الشرطه بان هو يعني معمول بشكل كويس وبحرفيه كويسه، عشان في الاول وفي الاخر احنا بنوضح علاقتنا بالمواطنين في ظل الظروف اللي احنا فيها. بنقول احنا سيادتك انه الشرطه في خدمه الشعب، هذا شعار ترفعه الشرطه المصريه، خدمه الشعب في امنه في امانه في توفير الخدمات لهذا الشعب. بنشوف انه رغيف خبز ده من ضمن الخدمات اللي تقدمها الشرطه يعني للشعب. هو كلام حضرتك مظبوط. اولا هو كلمه شعار الشرطه في خدمه الشعب هي عمرها اصلا ما اختفت من وزاره الداخليه، ولكنها سيست في فتره من الفترات. دلوقتي كلمه الشرطه في خدمه الشعب احنا بنفعلها في عصر اللواء منصور العيسوي، وكانت تعليمات السيد الوزير بان احنا حسن معامله الجمهور والعمل على خدمه الجمهور من النواحي الامنيه والنواحي الاجتماعيه ومن النواحي الخدميه زي ما حضرتك شفتها جميع. يعني هو ده جانب اجتماعي مهم، توفير رغيف الخبز، توفير اسطوانه البوتاجاز ايضا. النهارده حضرتك لما المواطن يبقى حاسس ان رجال الشرطه بيقدموا خدمه له وبيساعدوه على ان الخدمه المدعمه دي توصل له هو وتوصل له بالمبلغ المطلوب والمبلغ المحدود، هيعرف ان احنا بنتكلم كلام صادق وامين وبنلتزم بيه وبنحافظ عليه، خلاف لما ابيع مثلا الحاجه باغلى من سعرها. يعني كما بيحدث في بعض الحالات البسيطه ان المواطن بيحس ان هو بيتسرق. لما بيجي الشرطه بيحس ان هو بيلتزم بمنتج جيد، سعر رسمي، مفيش هنا عندنا اي نوع من انواع الارباح الماديه، تمام، والحفاظ على العلاقه ما بين الشرطه وما بين الشعب. طب حضرتك كان شايف يعني قدام المنفذ اثناء شراء المواطنين للخبز، يمكن المنطقه يعني الشمس متسلطه تبقى على رؤوس الناس، قلت لي انه سيادتك رفعت مطلب لسياده المساعد مدير امن اسوان وافق على عمل مظله. ساعتك السيد اللواء مدير الامن السيد اللواء احمد ضيف كان ساعته مره قبل كده وشاف ان الجمهور واقف في حته فيها شمس، وانا طلبت من سيادته ان انا هعمل مذكره ونعمل مظله عشان نحمي الجمهور اللي بيقف. هو على فكره الجمهور ما وقفش عندنا هنا اكتر من دقيقتين، المكان واسع وعدد شبابيك المنافس كتيره، بس هو حتى الدقيقتين دول احنا مش عاوزين نخلي المواطن يحس فيهم بارهاق. فالسيد المدير وافق على انه يعمل لنا تنده حوالي 3-4 متر كده، بحيث ان الجمهور اللي هو بيجي عندي على الشباك الشمس ما تبقاش سطحيه يعني راسيه على دماغه. فهو وافق على كده واحنا فعلا اتفقنا، وحاليا جاي شراء
تم الاتفاق فعلا مع حرفي خاص باعمال الحداده، وهو جاي ان شاء الله النهارده او بكره بكتير قوي حسب موعده هو. احنا الخامات جبناها خلاص ان شاء الله في كل يعني في خلال اخر الاسبوع ده ان شاء الله، او يعني على يوم الاثنين كده نكون مركبينها، وان شاء الله تصل برضه تشوفوها يعني. واحنا في الاول وفي الاخر المواطن ده اخويا واخوك وابويا وابوك ووالدي، واحنا بنتمنى ان المواطنين يدعوا لنا بس، مش عايزين اكتر من كده، واحنا معاهم واحنا عشانهم موجودين هنا لخدمتهم. وتوجيهات جميع القيادات في وزاره الداخليه اظن مش هتختلف على ان المواطن المصري هو هدفنا الاول وهو هدفنا الوحيد، وشعار الشرطه في خدمه الشعب ده مش مجرد شعار، دي رساله احنا بنأديها وان شاء الله نكون قدها باذن الله. المواطنون أعربوا عن شكرهم لجهاز الشرطة بأسوان لمساهمته في المشكلات الجماهيرية ومساهمته في مشكلة الخبز وتوفير رغيف الخبز المدعم المطابق للمواصفات. العيش حلو اصلا، احسن من العيش الفران الثاني، وعيش مستوي تمام التمام وطايب وكله كويس. بتقف كتير في الطابور ولا بتاخد؟ مفيش وقفه في الطابور كتير، على طول زي كده، على طول عيشه كويسه وتمام. شايف انه دي خدمه كويسه بتقدمها الشرطه للمواطنين؟ خدمه حلوه قوي للمواطن، عشان فرن الشرطه دي اصلا العيشه بيطلع سمي مستوي تمام التمام. لا العيش كويس صلى على النبي، كويس واحسن من الاول برضه، تحسن احسن من الاول. تيجي هنا بتقف في الطابور كتير ولا؟ لا ما فيش كتير، يعني على طول الشباكين شغالين على طول. الشباك بس بيشتغل اكتر من فتره. شغال 24 ساعه الشرطه بالذات. ده الشرطه بالذات انا باجي مسدد عالي يعني. والله العظيم الثلاثه عايزين كل يوم ما بتشتغل كتير في الطابور؟ لا ما فيش. دي خدمه كويسه بتقدمها الشرطه، وليه خدمه حلوه بتاعت الشرطه دي. جانب اجتماعي تقوم به الشرطة المصرية وهو توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن لتبقى الشرطة في خدمة الشعب. من أمام مخبز فرق الأمن بأسوان، لكم تحياتي أنس النمر لأخبار طيبة. السادة حان موعد وأذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة أسوان.